اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض الكاتشب الصحي وكمان كبديل للمنتجات المقاطعه. اول حاجه في كسرونه على النار ضفت كوبايتين من الصلصه المضروبه في الخلاط وحط عليهم شويه ميه صغيرين عشان بس يتضربوا كويس في الخلاط. حطيتهم على النار لحد ما تسبكوا، بعدين ضفت عليهم معلقتين كبار من الخل، معلقه كبيره من السكر، هضيف عليهم ملح هيمالايا وفلفل اسمر وجنزبيل وبصل باودر وتوم باودر وبابريكا. ضفت الملح والفلفل وهسيب باقي التوابل. هضيفهم على كوباية من المية مع معلقتين صغيرين مليانين من النشا. هقلب كده التوابل اللي حطيتها على النار، وهقلب باقي المكونات في كوباية مية بالشكل ده كده، عشان باقي التوابل والنشا طبعا هيعملوا لي تكتلات لو ضفتهم على طول، وهفضل اقلبهم كده على النار. الكاتشب ده مناسب جدا للناس اللي عامله دايت، وكمان ممكن نستبدل السكر بسكر دايت او بعسل نحل. هفضل اقلبها كده لحد ما تبدا تتقل معايا وتعمل الفقاعات اللي انتوا شايفينها دي كده، اللي هي بتاعه الغليان. هسيبها يدوب نص دقيقه كده، وبعدين في الاخر هضيف عليها معلقه كبيره من زيت الزيتون. بعد ما اكون طفيت النار ممكن نستبدله بالزبده او بالسمنه البلدي على حسب النظام الغذائي اللي انتوا ماشيين عليه. كمان ممكن ان احنا نستغنى عنها خالص. ده قوامه كده وهو لسه سخن. بجيب بقى هنا برطمان غسلاه ومنشفاه كويس جدا، بضيف فيه الكاتشب بعد ما يكون هدى شويه، بس هو لسه هنا دافي معايا بالشكل ده. لما يبرد خالص هغطي البرطمان واشيله في التلاجة، ونشوف مع بعض الكاتشب شكله هيبقى عامل ازاي بعد ما يسقع في التلاجة عندي. مش قادرة اقول لكم طعمه بجد حلو جدا، وبديل حلو جدا لمنتجات الكاتشب الموجودة في السوق، سواء بقى من الناحية الصحية او من ناحية المقاطعة. كمان زي ما قلت لكم ممكن المتبع نظام غذائي معين ان هو يحط عسل نحل او سكر دايت بدل السكر العادي. كمان احنا هنا حطينا زيت زيتون، ممكن كمان تستخدموا الزبدة سمنة بلدي او تستغنوا عن الدهون خالص زي ما انتم شايفينه كده. ودي بيتزا الطاسة اللي هنعملها ان شاء الله في الفيديو الجاي. زي ما انتم شايفين الكاتشب بجد حلو قوي وطعمه تحفة. يا رب يعجبكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا. والسلام عليكم ورحمة الله.